ازيكم شباب، معكم سيف من قناة فوكس بلس. النهارده هنعلمكم ازاي تعملوا الفينات للعبة القط والفار اللي احنا عملناها من قريب، واللي ما حضرش الفيديو الاولاني يحضره، هتلاقيه في الوصف. ويلا نبدأ. اول حاجة هنخلي القط يرسبن في النص، هنعمل ده صفر وهنعمل ده صفر. تمام. بعدين هنقلل الفريم، تمام كده، نقللهم. وهنعمل ايه؟ وهنخلي عند النقر على العلم كرر باستمرار. خلي ده مثلا، اقول نخليهم زي ما هم. تمام. بعد كده هنعمل فين UN، هنخليها 20 وما يبعتش وما يوقفش الكل، ولا يعمل وين ولا يعمل ده، بس رسالة ليفل ثانية، انا كتبت ليفل غلط، ليفل 2. وهنخلي اذا ملامس هنعمل كرر، اقول لا سيبها زي ما هي. تمام. او نعمل كرر حتى ثانية. اقول نخلي التعديلات دي بعدين. نعمل ايه؟ نيكست 11 هنعمل رسمة. تمام. ونرسم الرسمة، خلي لونها، اقول نجيب واحدة من اللي عاملينها سكراتش. هنعمل ايه؟ هنجيب واحد من الخلفيات دي كده، ونعمل ايه مثلا ممكن نجيب الخلفية دي، تمام، هتكون مناسبة. هنعمل ايه؟ هنعمل عند تلقي ليفل 2 غير الخلفية الى ثانية، اسمها ايه؟ اسمها لايت. وهنعمل عند النقر على العلم الاخضر نخليه يغير الخلفية الى دي. اعمل ايه يعني؟ تمام. ونعمل من منيو ازاي؟ هنعمل كده ونخلي لونها اصفر زي عشان تكون مظبوطة. تمام. ونعمل ايه تاني؟ نعمل عند النقر على العلم اختفي، اقول لا اظهر. تمام. ونعمل ايه؟ ونعمل زرار لطيف، هنغير لونه، هنخلي كده، هنغير لونه. هنعمل ايه؟ هنغير لونه، نخليه كده، نخليه لون ازرق مع اخضر. شوف هتظبط؟ لا وحشة. برتقاني مع احمر، مظبوطة. تمام. ونسميها بلاي. يا ريت بقى متنسوش اللايك والاشتراك عشان نكمل لكم في الفيديوهات دي بقى. الفيديوهات دي بجد بجهزها بصعوبة يا جماعة. تمام.
بعد ما نعمل الكائن 4 ده هنعمل كائن ونسميه exit، ونخلي الاي كابيتال عشان تكون مظبوطة اهو. تمام كده اهو. تمام، ونخلي ده يكون مكانه هنا كده، وده يكون مكانه هنا. تمام يا جماعة، ونعمل ايه؟ نخليهم اول حاجة عند النقر على العلم اظهر، دي اول حاجة. الاتنين هنعمل فيهم نفس الحكاية، وكرر باستمرار برضو. وهنعمل ايه؟ اذا ملامس مؤشر الفأرة اجعل الحجم 125، غير كده يكون 100. تمام، برضه هنعمل نفس الحكاية هنا. تمام، ونمسح ده كده. ونشيل من على كل ده اللي عنده النقر. نعمل ايه؟ نعمل عند تلقي بلاش، عند تلقي بلاش، نعملها في كله. طبعا احنا هنعملها لسه في الفأر. هنعمل ايه؟ هنمسح كل الفئران ونخلي واحد، والواحد ده نعمل فيه كله عنده تلقي. تمام يا جماعة، عنده تلقي ايه؟ رسالة بليش كله. ليه اقول لا كان في حاجة بس انا مسحتها غلط. ما علينا، هي الحاجة دي ممكن ندمجها في هنا. اجعل السكور مساوي 0، ونعمل ايه؟ مضاعفة. تمام، وهنعمل ايه؟ هنجرب بقى مظبوطة. تمام، بس اول حاجة هنوديهم يمين شوية. تمام، ونخفيهم هما والخلفية الصفرة دي، نعمل اختفي. تصدق ممكن، معلش يا جماعة، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحذف ده كده. تمام، ونخليهم هما الاتنين واقفين كده، ولما تبدأ اللعبة يتحركوا. تمام، تخلي خلفيتك كده. تمام، وكمان تخلي القط عنده النقر على العلم عشان تكون بنفس الشكل ده. عنده النقر على العلم، روح للمكان ده، خلي القط يعمل كده. وممكن نكبر الزراير نخليها 125. تمام، هي زي ما هي. هنعمل ايه؟ عند الضغط على هذا الكائن يحصل ايه؟ بس رسالة بلاي. وعند الضغط على هذا الكائن اوقف الكل. تمام كده، احنا عملنا شوية اضافات. خلينا نشوف اللعبة. نسيت اعمل حاجة. ونعمل عند
عند تلقي رسالة بلاي اختفى. وهنا برضو عند تلقي ثانية، عند تلقي رسالة بلاي اختفي. تمام. تمام، هنشوف بقى التعديلات بتاعتنا ظبطت ولا لا. معلش يا جماعة عشان مش بتكلم كتير. يلا نكبر الصورة. وفي حاجة تانية هنعملها، هنعمل عند تلقي رسالة ليفل 2 كرر باستمرار. إذا كان السكور مساوي 50 بس رسالة، لا مش بس رسالة، اظهر كده. اللعبة كملت زي ما انتوا شايفين واشتغلت. وكل الفيديوهات اللي هتكون شارحة ازاي تحسن التحكمات، والفيديو القديم عشان تعرف تحسن على اللعبة دي، او تعرف تعمل اللعبة دي من الاول. بص على الفيديو اللي في الوصف، هو الفيديو التاني هيساعدوك جامد، وهتلاقي فيديو لصنع لعبة التعبان. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو كنتم استمتعتوا لايك والاشتراك وسلام. وانت عاوزين نعمل فيديو تاني لكيفية تحسين لعبة القط والفار او تحسين اي لعبة، اكتبولي في التعليقات. سلام.